الكرب وينجيكم من كل حاجه وحشه، وما تشوفوش يوم وحش ابدا في عيالكم ولا تحسوا بالاحساس اللي انا حاسه بيه ابدا. والله يا جماعه انا مرضى بالغلط، عمري مرضى بالغلط، وعمري ما احب اي كلمه وحشه على اي حد. ربنا يصلح حال الولايه كلهم يا رب وعيالي من ضمن. فشيماء هتعتذر اللي هي على الكلام اللي هي قالته. طبعا بعتذر على اي كلمه غلط انا قلتها، لان تربيتي ما تسمحش ان انا اقول اي كلمه غلط على اي واحده ست زيي. بس والله كان غصب عني. اول ما وصلني ان اخويا برضو مرفوع عليه قواضي تانية، والمحامي قال ان مرفوع عليه بالذات قضيه سب وقذف، واخويا جوه محبوس ومش بايده حتى يدافع عن نفسه. انا بجد زعلت قوي، بالذات كمان لما شفت البوست اسماء اختي رافعاه وشايفه بنت اخويا بتتسب ومرات اخويا بتتسب في شرفها، واخويا جوه في الحبس ما شافش كل اللي بيحصل ده. كان غصب عني، بس مش هرجع اقول ان انا عشان غصب عني يتبرر لي. لا، انا بعتذر من اي حد زعل مني، والغلط لازم نقول على غلط ونطلع نعتذر. لازم اللي يغلط يعتذر وانا بعتذر. لازم اللي يغلط يعتذر وانا بعتذر على الغلط اللي طلع مني، ومش عايزه حد يزعل مني، وبرضه مش مسامحه اي حد يزعل على ابني. ما بنحبش نرد على حد في رب، كل ما بتقول يا رب ربنا يجيب لك حقك. وبعدين احمد ما تغلطش يا جماعه، احمد ممكن يكون رد لو 1% غصب عنه. كل واحد برضك عنده قدرة تحمل، كل واحد برضك بيجيله ساعة ما عادش بيستحمل. فيمكن الرد يعني 1% من اللي بيتعمل. لغاية الآن ما غلطش في طريقته، لغاية الآن ما غلطش في أم ابنه، لغاية أول امبارح. وأي مشكلة كانت بتحصل كانت بينه وبين أمها. عمره لغاية الوقت اللي احنا فيه ده لو حد بس يطلع لي كلمة أحمد قالها على ممكن ولا هي يا جماعة شهادة ربنا يحاسبنا عليها. قعدت على قد ما قعدت في بيتنا، ما زعلناش من بعض مرة واحدة والله، لا زعلنا منها ولا هي زعلت مننا. كنا يمكن عمر ما حد كان بيقول لها باسمها، اللي كان رايح واللي جاي من وهي مخطوبة ما كانش بيقول لها الا بس يا ما اعرفش ايه. كنا بصراحة ما يعني احنا ما سألناش ليها. اقعدي مع نفسك يا بنتي، اقعدي مع نفسك، دي ابو ابنك، ابو ابنك. يعني انت بتدمري ابنك، انت يعني اللي يدمر ابوه يدمر الولد. ان كان ابن غلط فما غلطش يمكن 1% من تقول لا سيبك من الناس كلها، يعني القنوات كلها. لا سيبها من الناس كلها، يعني لان في ناس تعرف الحقيقة وفي ناس ما تعرفش الحقيقة وفي ناس الصورة مش واضحة لها. بس الواحد هو اكتر شخص بيبقى عارف هو عمل ايه. فيا ريت كل واحد يقعد مع نفسه ويحاسب نفسه ويعرف الناس اللي دي ما بيعمله ده بيردوش في هيوصل حقنا مرة واحدة. اللي انا اعرفه ان الناس بيحصل بينهم وبين بعض مشاكل وهم عايشين في بيت واحد، دي بتتضايق من دي او دي بيحصل منها موقف او ده المهم بيحصل مشاكل والناس عايشة مع بعضها في بيت واحد. لكن احنا عشنا مع بعض على قد ما عشنا 2 3 الله اعلم بالظبط كان ايه، ما حصلش بينا اي مشاكل. بعد ما بنفصلوا كل واحد بيروح لحاله وخلاص وكل شيء اسمه نصيب. لا احنا بعد الوقت العكس، احنا عشنا على قد ما عشنا مع بعض ما حصلش بينا مشكلة. جايين بعد الانفصال كل شوية ده قال ده حصل ده مش عارفة ايه واستفزاز ليه؟ ترفع سماعة التليفون يا ولاد في ايه مش عارفه، حتى يعني اقل حاجه سماعة التليفون مش تطلع على المنصات وفي التلفزيون وهنا وهنا وتشهري بيه. اللي هيدفع الثمن ابنك لان ده ابوه. ما تسمعش كلام حد يا بنت، ما تسمعش كلام حد، دي ابنك وده ابوه مهما كان الدم عمره ما يبقى ميه. وانت يعني انت مثلا عماله تقولي انا اشتكيت وانا عاوزه حقي واني. طب ما انت غلطت كتير، وبرضك عندنا الكلام ده مسجلين وعندنا كل حاجه. المرة اللي عندها 54 سنه سباب كلام ما ينفعش يتقال. لغايه اول امبارح كانوا طالعين علينا لايف كلهم في لايف واحد، بلاش
بلاش اقول على قناه مين عشان ما يستاهلش حتى اقول اسم قناته كده، مش ان هم ساكتين يعني، هم بيطلعوا مش يقدروا يطلعوا على قناتهم عشان بس متابعينهم ما يقولوش ايه ده ما بيطلعوا، لا بيطلعوا على قنوات تانية وبيعملوا علينا حفله كلهم بالشتايم والالفاظ اللي من هقول لك على حاجه، لما انت عملنا قعده عرف وخدتي حاجتك وخدتي اللي الناس حكمت بيه وقلنا لي خلي الولا بينا وخلي الولا مش بينا، وانت قلت لا انا هعمل في المحكمه، رحت المحكمه حكمت لك وقال لك خلي الولا بينا، خلي المحكمه حكمت لك بده، وسب اخويا وسب ايلين وسب امي بفرصه مش عارفه ايه وكلام وحش، وقال اقسم بالله قال كلام ما ينفعش راجل كبير في سنه اصلا يقوله بوجود مين معاه في اللايف؟ امها، بوجود امها، واحيانا بوجود امل. فمعنى كده ان انتوا راضيين ومعاه ومتفقين على السب والقذف في عيله احمد وامل، يعني كده يا جماعه انتوا مالكوش حق، لو لكوا حق برضه ضيعتوه، انتوا لو لكوا حق برضه انتوا ضيعتوه باللي قلتوه. كل الفيديوهات وكل حاجه مش هقول لك معانا بس، لا ومع مستر عاطف، فمستر عاطف واجهه وقال له يا دار انا طيرت لك قناتين شرعي لانك سبيت وقلت كلام ما ينفعش، فمستر عاطف شالوا القنوات دي، كل ما يطلع يعمل علينا قنوات سب وقذف، بس قبل ما يشيل القنوات دي بقى يسحب الفيديوهات عنده، وبعدين يشيل له قنوات السب والقذف. يا حبايب قلب على دعواتكم ابدا وعلى وقفتكم، بجد محتاجينها لان احنا نفسيتنا متدمره. انا ما كنتش قادره اخد نفسي يا اولاد، انا حاسه ان الجو ما فيش فيه اكسجين يا اولاد، بدنا اقول للعيال كده يا اولاد، بدنا اقول للعيال مش عارفه اخد نفسي يا اولاد، الجو ماله كده مش عارفه ما فيش فيه اكسجين في الجو ولا ايه؟ ادعوا لاحمد يا جماعه، ادعوا لاحمد، ادعوا لاحمد يا جماعه، ربنا يفك كربكم ويفك كرب كل المكروه.